بعد نجاح اول فيديو من شرح مونتاج دروس اونلاين فقلت ليه ما نعملش جزء تاني. وبصراحه ده من اكتر الاستايلات اللي انا بحبها، بتحس كده فيها هدوء، المونتاج بيوصل المعلومه كده بطريقه مريحه للعين وسلسه. وعلى قد ما هو المونتاج اللي فيه مش صعب، بس اكتشفت برضو ان ناس كتير قوي مش عارفه تعمله، فقررت ان انا اعمل الفيديو ده واجمع لكم كام لقطه كده ونشرحها سوا. وقبل ما نبدا بس في حاجه عايز اقولها لك، صدقني انا مش ناسي خالص ستايل ماني لاب وهنعمله، بس ده هيبقى هديه ال 100,000 سبسكرايبر، فيعني ما فاضلش حاجه. فلو انت مش مشترك انزل حالا اضغط زر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل الفيديو يوصلك. عشان ما نطولش اكتر من كده يلا بينا نبدا. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو، فللاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش لا هو شر؟ طيب يلا بينا نبدا، وبجد عايزك تركز قوي في الفيديو ده لانه فيه فاليو عاليه جدا جدا جدا، وبجد هتنقل مستواك 180 درجه. لاني مش مجرد بس هشرح لك شويه افكتات، لا، احمد ابو زيد عمل حاجه مختلفه المره دي، عامل مقدمه نوعا ما سينماتيك، وفي الفيديو في شويه افكتات برضو جميله جدا اشرحها لك. وغير كده برضو جمعت لك شويه افكتات من فيديوهات تانية برضو عايز اشرحها لك، لان هي احمد ابو زيد بيكررها كتير. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا انقل للامارات. رحت من اقصى الريف لاقصى المدنيه. وطبعا السبب طيب المقدمه دي جميله قوي بجد، اي نعم مش سينماتيك بقى ساوند افكتس وحاجات قويه جدا، ولكنها بجد جميله جدا 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 ومريحه للعين بشكل مش طبيعي. احنا مش هنعمل زيها، احنا هنعلي الليفل شويه، يعني عايزين نعيد سياقها بطريقه مختلفه شويه. فانا نزلت الفيديوهات هنا وحطيتها على التايم لاين، وقصيت المقدمه لوحدها اللي هي السينماتيك، وكمان بقى جمعت كام افكت كده عايزين نشرحه، زي مثلا الافكت بتاع التكست ده، ده برضو هو بيستخدمه كتير، وكمان الافكت ده او الانيميشن ده برضه هنشرحه، وكمان الاشهر بالنسبه لاحمد ابو زيد او مونتاج احمد ابو زيد، وهو افكت الهايلايت لما بيعملوا على الحاجه ده. فكل دي حاجات هنشرحها، ولكن مش هنشرحها الاول، احنا هنعمل مقدمه السينماتيك الاول وبعدين هنشرح الافكتات دي. طيب فخلينا نبعد كده الافكتات دي كده عشان هنعمل المقدمه السينماتيك هنا. في شويه خطوات بنمشي عليها عشان تسهل عليك ان انت تعمل اي فيديو تطلع منه مقدمه سينماتيك، اللي هو من الاخر تعمل كانه برومو كده، انت فاهم، زي بتاع الافلام اللي هي المقدمه اللي بتشدك ان انت تسمع الفيلم. فانا رتبت لك الموضوع كده عشان يبقى بسيط وتفهم البروسيس اللي احنا بنمشي عليها. طيب اول حاجه بنعملها وهي استخراج الجمل القويه من الفيديو. لازم تسمع الفيديو كله يعني بشكل سريع، واعرفك ازاي تسمعه بشكل مختصر على التايم لاين، وتطلع منه اقوى الجمل اللي انت حاسسها تنفع هوك لاي فيديو، تنفع تشدك في اي حاجه. بعدين بنبدا نرتب الجمل اللي احنا طلعناها دي. طبعا انت مش بتزيد مثلا في كل حاجه عن جمله واحده، هي جمله وراها جمله وراها جمله وهكذا. ما ينفعش تخلي الحته او الكت ما بين الجمله والتانيه طويله، مثلا الشخص يقعد يتكلم كتير، لا، هي جمله واحده بس. ثالث خطوه وهي تنفيذ قطعات سينماتيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتبدا تشوف هنا انا هعمل كات عامل ازاي، هعمل الكات مثلا سماش كات، هعمل الكات، هعمل جي كات، هعمل ماتش كات، الحاجات دي كلها. والمناسبه الحاجات دي كلها انا شارحها في البرنامج التدريبي بتاعنا، وممكن برضو تبحث عن انواع الكاتس على يوتيوب عادي تسمعها بشكل مجاني يعني، فبرضو مفيش اي مشاكل. الخطوه اللي بعدها بقى وهي الصوت، وهي الساوند افكت والاكابيلا، وممكن قوي ما تبقاش اخر خطوه، وهتفهم قصدي قدام واحنا بنشرح، لان انا ساعات بحب استخدم الساوند افكتس والاكابيلا وانا برتب اللقطات. ليه؟ لان انت الاكابيلا والساوند افكتس ساعات هي اللي بترتب على اساسها اللقطات، مش بتحط اللقطات وبترتب على اساس الساوند افكتس. فيعني ما تقلقش وهتفهم قصدي قدام. فممكن برضو تاخد سكرين شوت من البروسيس دي او الخطوات دي عشان هتمشي عليها في اي فيديو صدقني. طيب اول حاجه نعملها زي ما قلنا ان احنا نستخرج الجمل القويه جدا او اللي بتشد في الفيديو، فهنسمع الفيديو بشكل سريع. طيب هنعمل كده ازاي؟ ممكن تشغل الفيديو عادي وهتضغط على ال من الكيبورد، وده هيعمل لك تسريع الفيديو دبل. ايه الاخبار؟ انا عملت اخر حاجه كان ممكن طبعا احنا هنعدل المقدمه دي خالص تمام من اول هنا، اظن ممكن نسمع الفيديو من اول هنا. بس تعالى شويه في هذه الخطوه، والحقيقه في كلام كتير قوي انا عايز احكي.
تحاول برضو تجيب لقطات وهو بيتكلم فيها، تنقي الجمل اللي هو ظاهر قدام الكاميرا. للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. دي جمله قويه قوي على فكره، دي ممكن نستخدمها. للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. دي ممكن تبقى اخر جمله في البرومو اللي احنا هنعمله، فممكن نسحبها كده لوحدها ونمسح الجزء ده. في برضه جملة قوية هنا، يعني بعد تدوير كتير طبعا الخطوة دي بتاخد وقت كبير نوعا ما يعني، بس خد فيها وقتك لأن هي اللي هتحدد المقدمة هتبقى عاملة ازاي، أو هتبقى قوية كفاية إنها تشد المشاهد إن هو يكمل الفيديو ولا لأ. فدي الجملة. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش؟ فهنعمل لها كت كده وهنسحبها بقى إيه في الأول كده جنب الجملة التانية بالشكل ده، وممكن نمسح الجزء ده. في برضه جملة جميلة هنا ممكن برضه نستخدمها. انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. هنعمل لها كت كده. ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. وانا بفكر الجمله دي تبقى في الاول كده، ونجيب الحته في الاول ان هو بيقول تقريبا انا خدت قرار كذا او انا عملت كذا، بعدين نجيب دي. مش فاهم قصدي صح؟ طيب خلينا نجيب المقدمه. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا ايوه هي الجمله دي، فدي هتكون اول جمله خالص. هي طبعا محطوط عليها اكابيلا بس يعني مش مهم، لان احنا كده هنحط اكابيلا جديده، فيعني هتغطي شويه على الاكابيلا اللي هو حاططها. ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر. دي جمله قويه قوي، ممكن تكون اخر جمله دي. بعدها يبقى في صدى صوت كده وكأن في سماش كات كده، اللي هو الريتم على فجأة شاشة سودة. فخلينا نجيب دي الجملة هنا وتعالى نشوف احنا جمعنا ايه، يعني الفيديو بقى نوعا ما عامل ازاي. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. فللاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر. جميل، حلو جدا. هي مقدمة مش طويلة بس هقول لك بقى احنا هنخليها جامده قوي ازاي. استنى عندك قبل ما نكمل، حابب اقول لك لو انت عايز تتعلم كل الكلام ده بالتفصيل، تتعلم المونتاج من الصفر خالص لو انت مبتدئ وما تعرفش اي حاجه لحد ما توصل للمستوى الاحترافي جدا، كمان تتعلم السوفت سكيلز وازاي تطور عقليتك بشكل رهيب، وده بالمناسبه اللي بيعلمه لك بنفسه باشمهندس طاهر رائد اعماله ما شاء الله، اشتغل مع شركات كبيره جدا. غير طبعا انك بتتعلم ازاي تجيب عميل من الصفر برضه خالص، كمان بتتعلم مهاره الجرافيك ديزايننج عشان تعمل ثامبنيل زي اللي عندنا على الشانل وحاجات قويه جدا. زائد برضه انك تتعلم ازاي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي عشان يساعدك بشكل احترافي جدا وتختصر وقت كبير. زائد طبعا ان عندك سيكشن كامل عن الملحقات، فيه اكتر من 50 جيجا ملحقات تساعدك ان انت تبدا بيها. اي ماتيريالز تخطر على بالك سواء في المونتاج او في الجرافيك ديزايننج هتلاقيها في السيكشن ده. زائد كمان ان بيبقى فيه ورش عمل بشكل اسبوعي بتدخل معانا لو في اسئله عندك او الواجبات طبعا اللي انت بتطبق عليها بنبدا نراجعها لك. فكل بقى المهارات الجميله دي اللي ان شاء الله هتساعدك تعمل فلوس بالدولار من بيتك متاحه دلوقتي في البرنامج التدريبي بتاع ماني لاب اللي مدته 6 شهور، اللي الحمد لله علم اكتر من 300 طالب وساعتهم فعلا ان هم يغيروا حياتهم. فهتلاقي اللينك في الديسكريبشن، وبرضه هتلاقي رقم خدمه العملاء لو عايز تتواصل معاهم وتعرف بقى كل التفاصيل. طيب احنا عملنا اول خطوه وهي ان احنا طلعنا جمل قويه. طبعا انت ممكن تطلع حاجات اكتر، يعني الفيديو لسه طويل ولسه فيه جمل قويه جدا ممكن تلاقي احسن من دي، ولكن صراحه عشان وقت الفيديو فهنحاول نختصر الموضوع. طيب احنا خلصنا اول مرحله وكمان تاني مرحله، هنروح على ثالث مرحله وهي ان احنا نبدا نفكر ازاي بقى هنعمل كاتس المشاهد دي، او هننتقل ازاي من لقطه للقطه. يعني من الاخر هتنفذ تكنيكس سينماتيك في الفيديو زي ما قلت لك بقى، زي الماتش كاتس، زي الجي كات، زي ال كات، زي السماش كات. الحاجات دي كلها اللي يجي في دماغي ان انا في الحته دي انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا في الحته دي كده هيبقى فيه رايزر اللي هو الصوت الحماسي ده، هيبقى بيطلع بالريتم حماسي حماسي حماسي، وفجاه يجي صوت ماتش كاتس لقطات لاحمد ابو زيد كتيره جدا ورا بعض. بعدين نرجع للجمله دي تاني. انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. فللاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه ممكن برضو هنا نحط مثلا لقطات من حاجات اخباريه لاحمد ابو زيد لان هم قالوا عليه حاجات كتيره يعني، فممكن نحط عليه حاجات برضو ماتش كاتس تانية ورا بعض. هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي وفي اخر جمله هنا احط رايزر ده مش، لا هو شر. وبعدين هقطع مره واحده الشاشه سوداء وهيبقى في صدى صوت هنا. طيب ده المخطط اللي جه في دماغي بشكل سريع والله، يعني معاكم كده بفكر معاكم، فخلينا ننفذ حاجه حاجه. طيب فاكر لما قلت لك ان خطوه الصوت دي ممكن تكون في الاول مش شرط تكون اخر خطوه؟ انا دلوقتي هضيف رايزر. طبعا انا هسيب لك الرايزر اللي انا هستخدمها في الفيديو، وممكن مثلا نشوف حاجه زي دي.
هي دي الرايزر بقى، ان انت بتحمس الشخص لحاجه. فخلينا نسحبها كده، بس طبعا بقى ايه، قللها خالص كده، يعني ممكن مثلا اظن سالب 17. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا من هنا بقى يبدا ماتش كاتس، لقطات كتيره ورا بعض مع صوت الشاتر بتاع الكاميرا، هتبقى جامده قوي بجد. بس في نقطه دلوقتي، انا معيش لقطات لاحمد ابو زيد، فللاسف هنضطر ناخد حته من الفيديو كده ونكمله تاني، وهبدا ادور على بيرولز هو استخدمها واجمعهم ورا بعض. زي مثلا البيرول دي، افضل بقى ايه ادور على بيرولز، مثلا دي تنفع. طيب دي البيرول اللي انا لقيتها، دي وكمان دي ودي ودي، وفي كذا واحده هنا. فخلينا نجيبهم هنا في الاول بعد اللقطه على طول، بعد صوت الرايزر. وطبعا في الماتش كات انت مش هتخلي اللقطه تزيد عن كام ثانيه حرفيا، يعني مثلا ممكن تقف بالماركر هنا وهتضغط شيفت، والسهم اللي هو بيبقى في الكيبورد ده هتضغط السهم اللي هو اليمين، هيقدمك 5 فريمات. وممكن نقطع كده ونجيب باقي اللقطات 5 فريمات ونقطع، وكمان ناخد 5 فريمات من هنا، بس عايزين اللقطة ايه تبقى باينة كده. 5 فريمات. لو احتاجنا برضو نزود الحتة دي فيها كذا لقطة، دي مثلا 5 فريمات، ودي كمان هياخد منها 5 فريمات، ودي كمان برضو. هو ده ما يعتبرش ماتش كات قوي، لان المشاهد مش شبه بعضها، احنا بس عايزين نرتبهم بشكل سريع برتم سريع ورا بعض كده، فيعني هيبقوا بالشكل ده. انا شايف بس طبعا لازم نحط صوت الشطر اللي انا قلت لكم عليه، ايوه هو الصوت ده، فنسحبه كده، ومع كل كات احط صوت الشطر ده، يعني مثلا واحد هنا وبعدين واحد هنا. بس ممكن بس نخلي الصوت بتاعه مثلا -3 عشان ما يبقاش عالي قوي. اخد دي كنترول سي وعلى دي كنترول في، وكمان نحط صوت كمان هنا. تحاول تخليه على الكات كده، يعني تقريبا بالشكل ده. ان انا شايف حاسس ان هي بطيئة شوية، فممكن نخلي 4 فريمات كده كفاية بالشكل ده، نقص منها كمان فريم. يعني حاجة زي كده المفروض يبقى الريتم بتاعها سريع. ونحاول بقى نظبط الساوند افكتس ان هي تكون على الكات بالظبط. ممكن نحطها في تراك تانية كده عشان يبقى في مساحة يعني. انا انا شايف ان ممكن نحط واحدة أخيرة هنا مثلا. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا ممكن نخلي الرايزر دي تطول كده، نعلي الصوت بتاعها بس شوية. عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان كده يبقى في رايزر مع الكاتس السريعه دي. وفي الاول بقى نحط هيت، اوريك برضه صوت الهيت عشان تبقى فاهم. الهيت فكرتها ان انا بحب احطها في الاول ان هي بتشد الشخص، بعدين بحط رايزر وممكن افصل بهيت تانية، يعني برضه افهمك الموضوع. خلينا نجيب اي صوت هيت كده، وليكن مثلا اول صوت ده، فللاسف نمسح ده مثلا ونجيب الصوت ده في الاول، يبقى مع اول الفيديو كده، نقلله بس شويه. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها. لا، ممكن نقلله كمان حاجة بسيطة، ممكن نخليه مثلا على -8، أظن هيبقى مناسب. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه جامد أوي، أنت بتبقى ماشي حرفيا بإحساسك مع الفيديو، ما فيش أي حاجة تانية بتوجهك. فالهيت دي مختلفة، بص عاملة إزاي. خلينا برضو إيه فعلها لك لوحدها كده. دي هيت مختلفة عن التانية، بص التانية برضو كانت عاملة إزاي. فدي هيت ودي هيت، بس كلهم يعني تحت اسم الهيت ده. فنجرب نفصل بالهيت دي بعد الرايزر. انا شايف ان لا ما اظنش انها تبقى حلوه قوي. ممكن نخليه بعد ما يقول لي كلمه صادمه نبقى نحطها مثلا. هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. ايوه هنا مثلا بعد ما يقول كلمه صادمه. للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش؟ بص هنا بقى يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. بعد ما اقول بيضيعوا علينا هذه الفرحه، انا عايز اجيب لقطات من حاجات اخباريه بتتكلم عن الموضوع ده. فممكن هنا نكتب مثلا اخبار احمد ابو زيد، نجيب حاجات صور زي دي مثلا. نحاول بقى نجيب ايه حاجات لها علاقه بالاخبار كده. وده كمان سيدي اظن الكواليتي ضعيفة اوي، نجرب نفتحها من البوست الاصلي بالشكل ده. ايه تاني، خلينا ندور تحت كده. ممكن ده كمان، خلينا برضو نفتحه من على فيسبوك. اي بوست نازل على فيسبوك يبقى جودته ضعيفة اوي. حاول برضو تخلي جودة الصور انت بتجيبها دايما حاجات كواليتي عالية. الفيديو ده ممكن يبقى طويل شوية صراحة، بس حابب ان الفيديوهات الجاية كلها تبقى كده. فبرضو قولوا لي ايه رأيكم في الموضوع ده، يبقى الفيديو مختصر ولا يبقى ايه من غير كاتس كده الفيديو طويل اوي.
بصوا بقى، انا عايز اعمل حاجه مختلفه في اللقطه دي. عايز اللقطات تبقى كده يعني، برضه هنخليها بنفس الوقت اللي هو تقريبا 4 ثواني مثلا زي اللقطه التانيه. احنا عايزين 4 فريمات، فهتضغط شيفت والسهم وترجع فريم واحد كده مثلا. شيفت وسهم ونرجع فريم ونمسح. لا انا حاسس ان محتاجين صور تانية، 4 صور مش كفايه. واللي انا قصدي بقى ان احنا نحاول نخلي الصور دي نفس الحجم كده بالشكل ده، عشان اقول لكم انا عايز اعمل ايه. ويعني هيبقى ماتش كات برضو، فلازم تحاول ان انت تخليه كلهم نفس الحجم نفس الشكل. الاخبار بتظهر ورا بعضها بشكل سريع. ده نكبره شويه كده. تمام، حلو جدا. خلينا بس نجيب شويه صور تانية. مثلا دي اظن. وانا عايز الصور كلها تبقى ابيض واسود في الماتش كات دي، عشان تبين الحزن، تبين ان دي حاجه مؤثره. خلينا ننزل دي كمان. حلو جدا، اظن كفايه كده. نجيب الصورتين دول وحلو جدا كده. خليها برضو 4 فريمات، ودي برضو 4 فريمات. ونحاول نخليها قد التانية. هنصغرها شوية كده. طيب احنا قلنا نخليها ابيض واسود، نجرب برضو يعني. ففين الليمتري كولر؟ هننزل تحت كرييتيف ونخلي الساتوريشن، ممكن نقللها مثلا، ما نخليهاش صفر، خليها كده. وناخد الليمتري كولر دي من الافكت كنترول، ناخدها كنترول سي، نحدد بقية الصور كنترول في بالشكل ده. وممكن تعمل حركة ان احنا نلعب في الروتيشن شوية، نحاول نغير في الصور. ممكن كمان نمد الصور اللي تحت. انت فاهم قصدي، كأنها صور كده بتظهر ورا بعض. فخلينا برضو نجرب الموضوع ده، اللي هو يظهر بالشكل ده والصور اللي تحت تكمل. ودي نلعب في الروتيشن شوية نصغرها بس. تمام. ونكمل برضو الصورة، ودي نخليها فوق كده، ودي كمان فوقيها كده. ونكمل الصورة لآخر صورة هنا، ودي تكمل ودي تكمل بالشكل ده. تمام. ودي نلعب في الروتيشن شوية ونصغرها كده. محتاجين بس حاسس يعني نصغر الصورة اللي ورا خالص، حاسسها كبيرة أوي. نفس الكلام في الصورة دي صغرها. وإيه، حاول نلعب في الروتيشن كده. ودي كمان بالشكل ده. فنبص كده. حلو جدا. ممكن أول صورة بس إيه، نحاول نلعب في الروتيشن شوية يعني. فهناخد نفس صوت الشطر ده عشان نعمل بيه نفس الحركة. خلي صوت هنا وصوت هنا، تبقى يعني القط ده بالظبط. حاول ان انت تخليها عند الموجة العالية دي يعني، خليها بعدها عادي فريم يعني عشان تبقى مظبوطة. وناخد واحدة كمان هنا، وكمان هنا، واخر واحدة هنا بالشكل ده. فرحه. حلو جدا. خلينا نرجع للجملة التانية، وانا عايز استخدم رايزر مختلفة. نمو. فللاسف الشديد، للاسف الشديد يعني ممكن الهيت دي صراحة ايه، يعني نأخرها كده، نحاول نستخدمها في مكان تاني. حاسس ان هي مش ماشية قوي هنا. ضيعوا علينا هذه الفرحه. فللاسف الشديد، للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات نخليها هنا كده. ايه الحاجات اللي ايه الحاجات اللي انت محتاجها؟ حلو. انا حطيتها هنا عشان انا هحط رايزر، فانا عايز افصل بيها بالرايزر. فخلينا نشوف صوت رايزر مناسب. حلوه دي. فخلينا نجربها كده. زي ما قلت لك الموضوع ماشي يعني على احساسك حرفيا، مالوش اي علاقه باي حاجه. طبعا لازم تفهم انواع الكاتس والحاجات دي، بس لما بتأدت بقى الموضوع ماشي على احساسك. اكتر للنمو. فللاسف الشديد، للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات؟ بص انا حاسس ان ممكن نعمل حاجه زي كده، نحدد الصور ونحطهم في نيست ونصغرها بس شويه. ممكن نجرب نعمل انيميشن مثلا، يبقى زوم ان بسيط كده يعني، ده يبقى كده مثلا وده يبقى الزوم اوت بسيط. ايه الحاجات؟ حاسس ان الزوم ان لازم يبقى بطيء قوي قوي حرفيا. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر. هنا بقى انا عايز اعمل اخر صوت هنا يبقى صدى صوت من اول مثلا، لا هو شر. هو شر. طيب ازاي انا اعمل صدى الصوت؟ هعمل كت من اول الجمله هنا، هو شر. او من اول الكلمه. اعمل لها كت وهخليها في تراك منفصل لوحدها، لان انا هفعل صدى الصوت على التراك كله. اللي معرفش ده التراكات، كل صوت في تراك معين. فخلينا نعملها في تراك لوحدها كده خالص. انزل تحت يا معلم، وخليها في تراك لوحدها بالشكل ده. التراك نمبر 6. طيب هنعمله ازاي بقى؟ هنروح على ويندو وتتأكد ان الاوديو تراك ميكسر متفعلة، وهتفتحها تضغط على السهم ده، وهتلاقيها ان هي بقت كده. تنزل بقى تحت لحد ما تلاقي اسم التراك اللي هو رقم 6 ده اللي هو ده.
اللي احنا حاطين في الصوت، وهتروح على المستطيل بتاعه بقى، هتطلع فوق كده، وفي اول واحده من هنا هتضغط على السهم ده وعلى ريفيرب وعلى استوديو ريفيرب، دبل كليك، ومن هنا هتخليها جريت هول، وهتخلي دي على الاخر اظن. بس يعني كده هتظبط. ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر. حلو جدا كده. بس لازم برضو يبقى فيه صوت رايزر. انا بحب دايما احط رايزر وافصلها بهيت. الصوت ده فيه رايزر وفيه هيت في نفس الوقت. يعني بص كده، في رايزر في الاول كده، بعدين هيت مره واحده. انا بحب برضو استخدمه في اخر حته، وبستخدمه كتير صراحه في فيديوهاتي، فخلينا نستخدمه هنا. ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر. جامد قوي كده. نقطع بقى لحد هنا مثلا، ونعمل كروس ديزولف كده. طبعا هو لسه ما استخدمناش بقى كابيلا وحاجات كده، بس يعني خلينا نشوف احنا وصلنا لايه. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو، فللاسف الشديد، للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر. طيب حلو جدا. وكنا ممكن نعمل حاجه مختلفه، وكانت هتبقى سينماتيك قوي، بس ممكن نعملها بفيديو مختلف. شفت انت لما يظهر لك لقطات كتيره من فيديوهات، مش بقى صور؟ يعني هنا احنا حاطين صور ورا بعض، احنا ممكن نحط فيديوهات من اخبار، اللي هو مثلا نعمل ماتش كات بالصوت لكلمه احمد ابو زيد. نجيب مثلا فيديو وليكن مثلا لعمرو اديب بيقول احمد ابو زيد، نجيب فيديو لاعلامي تاني بيقول احمد ابو زيد، نحطهم كلهم ورا بعض بشكل ريفيرب، شكل صدى صوت. فده برضه هيبقى جامد قوي. احنا كنا ممكن نعمله، بس صراحه عشان وقت الفيديو خلينا نطبق التكنيك ده، بس التكنيك بتاع الصور ده في الفيديو ده عموما، عشان برضه يبقى سهل كده. انا حاسس في الاخر هنا انا عايز احط كمان رايزر. مش، لا هو شر. دي برضه كويسه، ممكن نجربها. يعني حاسسها رعب قوي، بس ممكن نجربها. خليه مثلا في تراك لوحدها كده بالشكل ده. ممكن بس نقلل الصوت. ده مش، لا هو شر. حلو جدا. طيب خلينا بقى نضيف الاكابيلا يا معلم. عجباني قوي الاكابيلا دي صراحه. بصوا كده، يلا يا باشا ودي. تبقى برضه في تراك لوحدها خالص تحت. طبعا بقى ايه، هتقلل لي الصوت شويه حلوين كده. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا بص بقى، لما الشخص مش بيتكلم او بتظهر حاجات زي دي، انت لازم تعلي الاكابيلا. طيب هتقول لي انا لو عليتها هعليها كده على الفيديو كله. هقول لك لا، احنا نعمل كي فريمز على الصوت. يبقى واحمد ابو زيد كده بيتكلم، عملت اخر حاجه. الصوت مناسب عشان نقدر نسمعه يعني، والاكابيلا واطيه. واول ما ننقل لمشهد زي ده، يبقى الاكابيلا بتعلى عشان برضو تعلى كده في رتم الصوت، وتبقى حماسيه اكتر. فبكل بساطه هتروح للبين تول من هنا، وهتحط بوينت هنا، وعلى اول الكت هنا هترفع الصوت كده. يعني ممكن برضو نحط ايه بوينت هنا كمان، عشان بس احنا هنوطي الصوت تاني. والبوينت اللي على الكت هنا نرفعها، خليها مثلا -6 اظن. وايه، نحط بوينت هنا برضو، يعني ممكن نخليها -5. وطبعا لو رحت اصلا الافكت كنترول، هتلاقي طبعا الكي فريمز هنا، يعني نخلي دي -5 مثلا. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو، فللاسف الشديد، للاسف الشديد يعني طبعا الصوت من اول هنا، بص حتى الموجة علت خالص. يعني طبعا دي حاجة في الاكابيلا نفسها يعني. فاحنا بس خلينا نعمل ايه كي فريم كده ونقللها، لان هي الاكابيلا نفسها عليت قوي. فنشوف كده. للاسف لا عالية برضو. الشديد، للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا. لا كده واطية قوي، مش باينة. 21 اظن. الشديد، للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. من هنا برضو هنعمل نفس الكلام. حط لي يا باشا كي فريم هنا، وكي فريم بعد الكت، وعلي بقى الصوت هنا. ايه 8 عالي قوي. خلينا مثلا 13. ايه اظن كده حلو. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر. الصوت ده مش مناسب، صوت الرايزر ده مش مناسب، خلينا نغيره. يعني خلينا نجرب. احنا خسرانين حاجة يا باشا؟ انت عايش عشان تجرب. بس طبعا قللت الصوت مثلا، يعني اظن -19 مثلا. كويسه. هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش، بس الصوت هنا بتاع احمد ابو زيد نفسه محتاج ان هو يعلى، فممكن نزوده بس شوية. انا بقول اللي حصل لي ده مش، لا هو شر.
طبعا هنا بقى هتنهي لي الاكابيلا كده من اول هنا، ولو انت فاكر ان احنا هننهي الاكابيلا كده فتبقى غلطان. كده ممكن تكون باينه شويه ان في قط، فممكن نعمل حركه لذيذه ان انت هتعمل لي قط للاكابيلا وتقصها قبل القط الاخير هنا وتنزلها في تراك لوحدها. وفي التراك بقى اللي انت نزلتها فيه ده الحته دي هتروح على الاوديو تراك ميكسر، اين هو، وهتعمل صدى صوت. يعني هتلاقي ان هو في التراك رقم 9، فنروح للتراك رقم 9 نضغط على دي ريفيرب اوديو ريفيرب، خليها جريت هول ونعلي دي للاخر. فبص برضو دي حركه لذيذه ان انت تقطع اي موسيقى. يعني اسمع كده الموسيقى لوحدها، ايه الجمال ده يا معلم. اقطع في اي حته، ممكن بس نعلي دي شويه كده، مثلا شيل بس الكي فريمز دول ونخليها مثلا على سالب 18 تبقى اعلى شويه. بص ده يا باشا بيرفكت. اقطع في اي حته في الميوزك او في الاكابيلا بالطريقه دي عشان الكات نفسه ما يبانش. بس انا حاسس ان الاكابيلا صراحه محتاجه تعلى ولا ايه؟ لا يعني سالب 24 كويس يعني، حلو عشان الكلام يبقى واضح. فنرجع تاني ونشوف احنا وصلنا لايه. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. بص برضو الحته دي ممكن نلعب في الحاجات شويه او في الالوان شويه، يعني مثلا نحطها في نيست، نحاول نقلل الساتوريشن، ننزل مثلا على الكولر ويل نوديها مثلا ناحيه الاصفر والشادوز ناحيه الازرق، نحاول نديها كولر جريدنج كده بس حاجه بسيطه يعني. وممكن نعمل حركه كمان ان احنا نضيف عليها افكت تدوير الحواف. هتروح في الافكت هنا هتبحث على افكت الرافن ايدجز اللي هو ده، هتروح للافكت كنترول هتزود لي دي يا باشا كده قلل لي دي ويزود دي كده. ممكن نصغر النست نفسها ولا لا اظن كده حلو، يدي هو منظور الكاميرا ده او منظور عين السمكة ده. ممكن بس نخلي دي مثلا على 7 بحيث يبقى الفيذر هنا مش شارب قوي. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا بص بقى ممكن ندخل جوه النست دي نحدد كل الفيديوهات دي تاني نحطها في نست تانية ونعمل زوم ان على الفيديوهات كلها. حط كي فريم خليها في الاخر خالص، لا في الاخر خليها في الاول. نمشي شويه نعمل زوم ان حاجه بسيطه ونخلي دي في الاخر، يبقى اول كي فريم عاديه واخر كي فريم زوم ان شويه. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه كده اجمد بكتير. مناسبه اكتر للنمو. للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش لا هو شر؟ هنا انا حاسس ان انا عايز اضيف زوم ان كده، المشهد مشهد واقف. شايف ان هنا في بيئه. ممكن نجيب افكت الترانسفورم ونسحبه كده على الفيديو ونعمل زوم ان كده مثلا على وش احمد ابو زيد. حط كي فريم بوزيشن والسكيل، امشي يا باشا مده الانيميشن، اعمل الزوم ان الجميل وظبط البوزيشن بتاعك. حدد اخر 2 كي فريمز كليك يمين وخليهم ايز ان، واول 2 كي فريمز خليهم ايز اوت، وتفتح الجراف بتاعهم بالسهم ده خليهم مثلا سريع بعدين بطيء، وهكذا نفس هنا في البوزيشن. هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. فللاسف والفيديو نفسه رايح ناحيه اليمين قوي، هنا في كادر مش مظبوط. نحاول نعمل زوم ان هنا كده مثلا، نحاول نظبط الكادر يعني ونظبطها تاني في الكي فريمز هنا. ممكن نخليه الاول كده. انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. فللاسف ممكن نخليه العكس، معلش سوري بس ادينا بنجرب. يعني ممكن نخليه زوم اوت مش زوم ان، فانا عكست الكي فريمز نخلي دي از ان، اللي في الاول از اوت واللي في الاخر از ان، العكس يعني. انا شايف ان هنا في شوف يعني لمسه حلوه. بيئه مناسبه اكتر للنمو. فللاسف الشديد هنا برضو نحاول نظبط الكادر سيك عشان حاسس ان هو رايح ناحيه اليمين برضو. هنا بقى ممكن اعمل حركه بحب صراحه اعملها في الفيديوهات كتير، ان انا بيبقى فيه زوم اوت حاجه بسيطه كده ومع بلور. ممكن نجرب بس ناخد افكت الترانسفورم ده لان هو هتبقى نفس الزوم اوت. انا عملت اخر. بص بقى تروح على الافكتس هات لي افكت الجازيوم بلور واسحبهولي كده، وروح على الاول خالص حط لي كي فريم عليه وابعدها كام فريم لقدام، واول فريم
خليها بلور شويه كده، انا عملت اخر حاجه نخليها ابطأ من كده. وصح في افكت الترانسفورم ما تنساش بس تزود الشاتر انجل، بيدي افكت موشن بلور مع الحركه كده. انا عملت اخر حاجه كان ممكن وعامل زي افكت لما الكاميرا بتعمل فوكس على حاجه كده، فاهم قصدي؟ فبيدي برضو شكل حلو. فخلينا نشوف الفيديو كله. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. بص، مناسبه اكتر للنمو دي، الجمله دي ممكن نعملها بصدى صوت. اقطعها كده وانزلها لي يا معلم في التراك بتاع صدى الصوت. انا حرفيا يا شباب انا ما كنتش عارف انا اعمل ايه في الفيديو ده، انا بجرب معاكم كده. فدي خطوه مهمه ان انت تبقى عارف اصلا البروسيس اللي انا بمشي عليها بتبقى عامله ازاي، انا بفكر ازاي في الفيديو. ممكن نزود بس الصوت شويه، نعليه يعني، خليه مثلا على 3. في ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. لا نعليه كمان، حاسس ان هو الصوت واطي شويه. خلينا نشوف من الاول. انا بحب دايما ارجع صراحه اسمع الفيديو من الاول عشان احس بريتم الفيديو كده. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش لا هو شر؟ ممكن هنا لا هو شر. يعني بفكر اعمل زوم ان بقى يا معلم، فحط دي في نست، هتلاقي افكت الترانسفورم الجميل ده، واعكس بقى الكي فريمز دول. هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش لا هو ممكن نخليها بقى قدام اول ما بيقول ده شر او مش عارف بيقول ايه. شر؟ ايوه هنا. ده مش لا هو شر. لا، تبقى سريعه اكتر وتبقى مظبوطه مع الكلمه بالظبط. معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش لا هو شر. يعني ممكن يبقى الزوم ان اقوى شويه. هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش لا هو شر؟ حلو جدا. هعمل حاجه كمان، انا مش عارف هي ممكن تبقى حلوه ولا وحشه. خلينا احط دي في نست. مش لا هو شر. أنا حطيتها في نست عشان لما اعمل الكات ما يقطعليش بس الكي فريمز. انا عايز لما بيقول هو شر اعمل المشهد ابيض واسود، بس بفكر ما اعملوش كات حاد، بفكر اعمله سلس. فخلينا ممكن نرجع بلاش نحطها في نست، ويضيف لي كده adjustment layer. تروح على البانل بتاع البروجكت، تروح كده على الفيديو، وهتروح على الكرييتيف واقلل الساتوريشن، ونعمل لها بقى انيميشن بالاوباستي. اول ما بقول هو شر حط كي فريم، بقيتها كام فريم لقدام، اول كي فريم خلاها 0. مش لا هو شر. لا عايزينها اسرع. مش لا هو شر. حلو جدا. ممكن بقى نضيف تكست، نكتب هو شر، ونحاول نديله ايه لمسة جمالية كده. نحط شرطة طبعا بتضغط شيفت جي. ممكن نختار الفونت بتاعنا، خليها مثلا صغيرة كده في السنتر. ممكن نجرب مثلا نغير البليند مود، خليه ديفرنس، مش لا هو شر. ونعمل لها مثلا انيميشن اوباستي بسيط كده الكروسد زون. طبعا بتقف هنا، ولما بتظهر العلامه الحمراء دي بتضغط كليك يمين وابلاي ديفرنت ترانزيشنز، ونصغر يعني نقلل الوقت بتاعه عشان يبقى اسرع. لا هو شر. حلو جدا. انا عملت اخر حاجه كان ممكن اعملها، وهي ان انا شايف ان هنا في بيئه مناسبه اكتر للنمو. للاسف الشديد يعني ضيعوا علينا هذه الفرحه. ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعيش حياه كويسه؟ هل ده معناه ان انا بقول اللي حصل لي ده مش لا هو شر؟ زي مثلا ده بتكسب حاجات وبتخسر حاجات، انت اللي بتختار بقى. اللي هو الانيميشن الدايره ده، وازاي بيتحرك بالموجه البسيطه اللي فيه دي. عايز تكسب ايه وعايز تخسر ايه، عايز تحتفظ بايه وعايز تفرط. وصراحه الجزء ده هيتعمل كله على افتر افكت، فانا حبيت يبقى الفيديو منقسم كده، اول جزء بريمير وتاني جزء افتر افكت. في ايه، في روح سيكا من الموضوع، لان الديزاين لانجوج واحده. ده ممكن عادي تعمله على بريمير عموما. وبالمناسبه بدات الاحظ بعض الاصدقاء بيلبس ساعات انالوج او ساعات من اللي هي البسيطه خالص اللي هي كاسيو ديت، وتخلى عن الساعه السمارت واتش الغاليه الفانسي اللي فيها كل المميزات. الكتاب ده خسرني مليون جنيه. طيب خلينا نبدا باول واحده، وهي دي تخسر حاجات، انت اللي بتختار بقى انت عايز تكسب ايه. ازاي تعمل الدايره دي. طيب وليكن مثلا انت معاك فيديو زي ده، ونحاول نختار كلمه منه مثلا نكتبها. وقد تكون بعيد بعد مكاني ولكن ليست بغربه لانك ممكن مثلا وليكن نكتب ليست بغربه مثلا، هي الكلمه دي علقت معايا. طبعا بقى انت هتختار
فونت مناسب، لون مناسب، على حسب انت عايز تعملها ازاي. انا بحب دايما اعمل الشرطه دي اللي ما بين التكست، ليكن مثلا بالشكل ده. اول حاجه الانيميشن، ممكن تستخدم عادي بريمير كومبوزر، في انيميشنز كتيره قوي شبه دي، شبه اللي احمد ابو زيد استخدمها. والله انا المفروض ما اشرحش انيميشن، الانيميشن انا قلت لك على حسب بقى ايه ذوقك، يعني اختار اي انيميشن يعجبك. وقد تكون بعيد. فخلينا في افكت الدايره ازاي تعمله. هتروح يا معلم على البين تول، هتفعل على الستروك وتلغي الفيل، ومن الستروك هتختار اللون المناسب. شوف بقى انت عايز تعمل الخط ده بلون ايه، وليكن مثلا نعمله باللون الاصفر ده. فهترسم بقى دايره كده ايه بشكل عشوائي على حوالين الكلمه. يعني مثلا ممكن من السيرش دي تفتح او تبحث بالباث، وتبدا تحدد البوينتس دي، تشوف انت عايزها تبقى عامله ازاي. يكون كده كانه قلم محدد عليها يعني. طيب دلوقتي هي باينه قوي ان هي خط، باين ان هي معموله بالبرنامج، فعشان خليها كانها قلم كده، فهتفتح دي وبعدين الشيب، بعدين ستروك، هتخلي مثلا أول واحدة 10 وتاني واحدة 10 بدل كده، فبقت كده، فبتدي شكل أحسن. طيب عشان تعمل لها انيميشن بكل بساطة، هتفتح السهم من هنا، ومن الاد هتضيف التريم باث، ومن التريم باث هتلاقيها انضافت هنا. هتفتح السهم، هتحط كي فريم على الاند وتقدمها كام فريم، وأول كي فريم تخليها 0 وقد تكون بعيد بالشكل ده. ممكن بقى تحدد الكي فريمز، مثلا تخليها اف 9، خليها يعني ايز. وقد تكون بعيد. حلو جدا كده. طيب لو تلاحظ بقى في الفيديو هتلاقي فيه تموج كده في الخط ده، اسمه تربلنت ديسبليس، فخلينا نضيفه كده، اللي هو ده عموما. بس هتصغر بقى الاماونت، وتصغر تقلل السايز كده. طبعا انت بتشوف بقى، بتجرب وقد وبتشوف. تكون بعيد بعد. طيب عشان تعمله بقى انيميشن، هتحط كي فريم على الايفولوشن، وبتروح على اخر المشهد وبتزوده بالشكل ده. وقد تكون بعيد بعد ما. هو كده بطيء قوي، زود الايفولوشن اكتر، فهو ده الافكت. وقد تكون بعيد بعد مكاني ولكن. طيب حلو جدا. وطبعا لو عايز تديها شكل جميل اكتر من كده، ممكن تروح تضيف افكت الديب جلو، تفعل على دي، تزود راديوس، تقلل الاكسبوجر. يعني ده بقى ايه بشكل شخصي انا بحبه صراحه، ان انا اضيفه على التكست والشيب، او لما بعمل شيب كده فبحب اخليهم منورين كده. وقد تكون بعيد بعد مكاني ولكن ليست بغربة، لأنك تقدر تروح تشوفهم في أي وقت. تعالى بقى نشوف الافكت اللي بعده. سيكا من الموضوع، لأن الديزاين لانجوج واحدة. طب بص، هو ده بسيط جدا صراحه، ممكن نعمله على بريمير هنا. هو الموضوع ما الا عباره عن فيديو بالشكل ده. وطبعا انا بدي كل الباكجز دي بتاعت الملحقات، كل الاسيتس دي بديها بشكل مجاني في البرنامج التدريبي بتاعنا. يعني حرفيا باكج اكتر من 50 جيجا، فيها كل حاجه ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. يعني لو حابب تشترك هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. فبس انت بتضيف الاوفرلاي دي، وهتلاقي بس ان هو ايه كاتب تكست هنا. هي الاوفرلاي مش زيها بالظبط، بس ممكن عادي يعني. فبعديها بقى بتجيب اي تكست وتكتب اللي انت عايزه. يعني مثلا هو كاتب هل انا ساخط، وتغير بقى معلم للفونت اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا بحب الفونت ده، وهتخليها في النص. الحاجات دي بدائيه صراحه، مش عارف اشرحها ليه. انا عارف ان انت عارف تعمل حاجه زي كده، بس انا ايه حبيت اشرحها لك يعني. أو ممكن لو مش عايز تخلي اللون اسود تغيره من هنا، روح يا باشا من هنا خليها ديفرنس، فهتلاقيها ظبطت. فبس عموما انا هسيب لك الاوفرلاي دي في الديسكريبشن يعني. لانجوج واحدة. تعالى ندخل على الافكت او الانيميشن اللي بعده، وده انيميشن مهم جدا وركز فيه كويس جدا. بالمناسبة بدأت ألاحظ بعض الأصدقاء بيلبس ساعات انالوج او ساعات من اللي هي البسيطه خالص اللي هي كاسيو ديت، وتخلى عن الساعه السمارت واتش الغالي. طب بص، لازم نحلل الانيميشن سريع كده عشان تعرف هو ازاي يتعمل. الانيميشن بكل بساطه في كروب بيحصل للفيديو الاول، بعدين راوندد كده بيحصل تدوير، بعدين في خلفيه بيضاء وشادو. طبعا الساعه دي بتيجي من الشمال لليمين، وكمان الفيديو نفسه ليه انيميشن كده ايه بيجي على اليمين. طيب خلينا نفتح افتر افكت ونمسح الاتنين اللي احنا كنا عاملينهم دول، ونعمله على الفيديو ده. اول حاجه خلينا نضيف خلفيه بيضاء، كليك يمين ونيو وسوليد، وخليها باللون الابيض، وخليها تحت الفيديو. احنا قلنا اول حاجه هنا ان في كروب حصل، او الفيديو اتقص بعدين اتعمل له تدوير. عشان تقص الفيديو طبعا هنا مفيش افكت الكروب زي بريمير، فهتجيب الريكتانجل وهتحدد الجزء اللي انت عايز تقصه.
طيب كده انت هتقول لي هي اتقصت مره واحده، فازاي بقى اعمل لها انيميشن؟ هتروح على الماسك وهتحط كي فريم على الماسك اكسبريشن، وهتقدم الكي فريم دي كام فريم لقدام، واول كي فريم هتزودها كده لحد ما تملى الفيديو. تحدد بقى الكي فريمز F9، تدخل على الجراف، خليه سريع بعدين بطيء، وقد تكون بعيد، ممكن بس نبطئها شويه نبقى الكي فريم الثانيه. وقد تكون بعيد، حلو جدا. وقد تكون بعيد. عشان بقى نعمل افكت تدوير الحواف، هات افكت الرافن ايدجز، حط اول كي فريم على دي خليها الصفر، وبرضه حط كي فريم على دي ودي برضه خليهم كلهم صفر يعني. وعلى الكي فريم التانية اللي احنا عملناها في الكي فريم بتاعت الماسك هتزود دي شوية حلوين كده، وليكن مثلا على 100. هتزود دي تخليها على مثلا 8، أظن 8 كويس. ممكن نقلل الراوند شوية يعني. على فكرة هي دي مش لازم تحط عليها كي فريم أصلا، ملهاش أي لازمة. وقد تكون بعيد، وقد تكون بعيد بعد. طيب حدد لي بقى الكي فريمز بتاع الإفكت ده F9، وادخل على الجراف، برضه خليه سريع بعدين بطيء عشان يبقى ماشي مع نفس الانيميشن بتاع الماسك. بس هتلاقي طبعا الفيديو نفسه كبير كده ومش معمول بشكل كويس يعني. كي فريم على السكيل وعلى البوزيشن، تضغط يو يفتح لك الكي فريمز. بعدين هنمشي للانيميشن لحد هنا، وظبط بقى يا معلم السكيل بتاعك والبوزيشن. خلي مثلا الفيديو يبقى هنا زي ما باشمهندس احمد ابو زيد عامل بالشكل ده. اظن هو مكبر الفيديو شويه كده تمام. حدد الكي فريمز F9، وبرضه خلوهم بنفس الجراف عشان يبقى كله ماشي مع بعضه، اللي هو سريع بعدين بطيء. وقد تكون بعيد، ممكن بس نبطئ الانيميشن شويه ونجيبه من البوزيشن شويه كده. وقد تكون بعيد بعد. حاسس ان الانيميشن بتاع الراف اند ايدجز ده محتاج يبقى اسرع. وقد تكون بعيد بعد. ممكن تضيف عليه الدروب شادو العادي، بس انا هضيف الشادو ستوديو لانه صراحه بيدي شكل احسن، وطبعا هو مدفوع يعني. ممكن نستخدم الدروب شادو العادي مفيش اي مشاكل. هو مخليه بالزاويه دي تقريبا، ونزود دي شويه كده، ونقلل الاوباستي، فده هيبقى الشكل. وقد تكون بعيد بعد مكاني، ولكن ممكن نقفل الصوت بس لان هو ملوش علاقه بالحته اللي احنا هنشرحها. هتجيب بقى صوره الساعه اللي هو ضافها، جيب اي صوره ساعه. هو كان ضايف الساعه دي، فانا جبت صوره الساعه كده، وكمان هنضيف عليها نفس افكت الدروب شادو اللي هو الشادو ستوديو. طبعا بقى تعمل لها انيميشن، تخليها بس تحت الفيديو، تفتح البوزيشن، تحط كي فريم تبعدها شويه، واول كي فريم تخليها على الشمال كده. بعدين بقى تحدد الكي فريمز F9، تدخل على الجراف، تخليه سريع بعدين بطيء. طبعا في الاخر ممكن تفعل الموشن بلور، ده بيدي شكل احسن بكتير يعني. اللي ما يعرفش كده بالموشن بلور وكده من غير الموشن بلور، فبيدي افكت حركة كده لذيذ. طيب تعالى بقى نروح على الانيميشن اللي بعده، وهو ده ازاي تخلي اي حاجة هايلايت بالشكل ده. وساعات بيستخدمها على اي برودكت او اي حاجة هو ماسكها، وساعات بيستخدمها عليه هو نفسه، على باشمهندس احمد ابو زيد، على الشخص نفسه. طيب عشان تعمل هايلايت لاي حاجة، طيب ولكن مثلا انت عايز تحدد الكتاب، فاول حاجة هتعمل دوبليكيت للفيديو، هتعمل منه نسخة تانية، فهتضغط كنترول دي. بعدين هتروح للنسخة اللي فوق، دبل كليك عليها، وهتروح للبروش تول، وهتعزل بقى اي حاجة انت عايز تعمل عليها الهايلايت ده. يعني مثلا احنا عايزين نعمل على الكتاب، فهنحدد الكتاب بالشكل ده. بعدين بقى هتضغط سبيس من الكيبورد عشان يكمل التراكنج على الكتاب ده. وبعد ما بيخلص هتضغط على فريز. بعدين بقى ترجع للكومبوزيشن التاني من هنا. فانت دلوقتي عندك نسختين، النسخة الفيديو الاصلي، والنسخة اللي احنا عملنا لها تراكنج للكتاب، او اي حاجة انت عايز تعمل لها هايلايت بقى، سواء الشخص، الكتاب، اي حاجة. بعدين هتروح للنسخة اللي فوق بتاعت الكتاب، وهتضيف عليها افكت الفيل اللي هو ده، هتسحبه كده على النسخة بتاعت الكتاب، وهتخلي اللون بتاعه اصفر او اي لون بقى انت عايزه، بس الهايلايتس دايما بتبقى اللون الاصفر ده. جميل. بعدين بقى بتروح بتضيف عليه افكت الديب جلو عشان ينور كده. بعدين بقى هتفعل على دي وبس يا عم. شايف بقى الموضوع بسيط ازاي؟ ممكن بقى تقلل شوية الاكسبوجر لما طبقت الحاجات. ممكن بس في التراكنج تزود الفيذر شوية، نعومة الحواف بتاعت التراكنج، تظبط بقى ايه زي ما انت عايز، تزود الحواف شوية. لما طبقت الحاجات اللي فيه خسرت مليون جنيه. طيب في حاجة كمان ساعات بيستخدمها برضو، ان هو مش بس بيخلي الهايلايت على الحاجة بالشكل ده طول الفيديو، لا هو بيخليها زي وميض كده على الحاجة. فممكن تعملها بكل بساطة، طبعا انيميشن بالاوباستي عادي، تضغط تي، تحط كي فريم، تقدمها كام فريم لقدام، تخلي دي الاول كي فريم صفر، بعدين ترجع تاني تخليها صفر، تقدم كام فريم تخليها 100، لما طبقت الحاجات. وترجع تاني تخليها صفر، فهتبقى كده. لما طبقت الحاجات. ممكن طبعا تحدد كل ده
تفضل ضاغط على الالت، يعني تبطئ الحركه شويه. لما طبقت الحاجات اللي فيه خسرت. كانه وميض هايلايت كده على الحاجه. لما طبقت الحاجات اللي فيه خسرت. بس وده كان الشرح بكل بساطه. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عايز تنضم للبرنامج التدريبي بتاعنا هتلاقي اللينك في الديسكريبشن، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.